سلام شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخيط معكم طراشن، نشوفوا كيفاش نزينوا طراشن. بصح قبل ما نبدا بغيت نوريكم هذا المنظم اللي شريته، وننصح به اي خياطه مبتدئه، يعني ينفع بزاف. غادي نوريكم كيفاش راني ننظف فيه. هنايا درت الطباشور، ودرت القلم اللي نسطر به، اللي نطراسي به. ديري ماركر وستيلو هذه الفتاق، يعني الصوالح اللي اسونسيال اللي تسحقيهم ديما هي اللي ديريهم في هذا المنظم. ديريه قدامك في قدام الماشينه، يعني ما تسحقي تصيبيه قدامك. هنايا الاجنده اللي كنت سبقت وريتها لكم، اللي تسجلي فيها جميع الطلبيات وكل شيء. هنايا عندنا المقاس، شوفوا المقاس كيف يقعدوا واقفين هنايا وباينين بلاصتهم، ما غاديش تحوسي. ثانيا المسطره تخصيها بزاف حاجه باينه. وهذا الورق تاع المطبخ، يعني هذا فاني تحدي به، تبغي تحدي زعما تصيبيه فاني قدامك. لا خفتي حاجه تنحرق لك ولا حدي به غايه. المهم هذا هو المنظم اللي شريته، بغيت نشاركه معكم. وننتقلوا دروك لخياطه طرشونه. كنت سبق شاركت معكم طابليه بهذا الكتان. هنايا غادي نستغلوا لي شيت تاع الكالون، البقايا تاع لي كالون. كما انايا عندي هذا الكالون، غادي نخدم لكم به هذا الطراشن نزوقون به. عندنا هنا هذه الطرشونه فيها، درت فيها 50 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، يعني كبرتهم شويه. غادي نجيب هذا الكالون نديرو على الجانب في شكل مثلث باش في التطباق يعني يعطونا لا فورم شابه. هنايا الكالون فيه 24 سنتيمتر، ديري في الجانب وتخيطي زوج خياطات. كما راكم تشوفوا هذا الكتان قلت لكم سنة خرج، يعني كتان هايل وجاي طايع كتان زعما، وتغسلي وتعاودي، يعني شباب بزاف. تصنعي منه طابليات، تصنعي منه طراشن، تصنعي منه حماية الأكياس، يعني تقدري تخيطي به بزاف صوالح. سمحوا لي، تخيطي به بزاف صوالح. بغيت نشارك معكم هذه الفكره تاع الطراشن اللي راهم مطلوبين بزاف. انا خيطت هادو زوج، يعني ان شاء الله الا شريت كولر واحد اخر غادي نشارك معكم. بعد ما تخيطي هذاك الكانون دوري عليها كاع تني الكتان هنايا، تخيطيها كاع صاير داير. هي في القنت نخدموها بهذه الطريقه باه تجي متحوفه وبلا ما تقطعي الخيط، يعني هي فما والدوري. وندورو عليها كامل بالخياطه. كنت شاركت معكم طابليه بهذا الكتان، يعني اللي كان عليها اعجاب كبير من المشتركين وغير المشتركين. ان شاء الله فاني هذا الطراشن يعجبكم. ديروا لنا جيم شيرات، واللي مش مشتركه ان شاء الله تشتركي. دعمونا باش تكبر القناه ونزيدو نحطوا فيديوهات مع اكثر. التشجيع تاعكم يهمنا. مهم هنايا نواصلوا نخيطوا الطرشونه تنكملوها كاع. المشروع تاع الطابليه تاع طاشا راهو مطلوب بزاف هاد الايام، سيرتو مع قدوم الشهر الكريم.
هذه هي الطرشونه تاعنا. الطريقه تاع التطباق انت حره، يعني تطبقيها كيما هاك ولا تزيدي تطبقيها بهذه الطريقه. يعني خرجوا شابين. هذا هو بالنسبه للفيديو تاع اليوم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.